السلام عليكم، ازيك؟ الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بيك في حلقه جديده من قعده رايقه. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الفتره اللي فاتت فعلا الواحد اتاخر كتير، بقالنا فتره كبيره ما عملناش حلقه وطولنا الصراحه. بس للاسف فعلا الموضوع خارج عن ارادتي، زائد ان في شويه كسل برضو الصراحه عشان ما كنتش كداب. بس معلش، ادينا برضو عملنا واحده جديده، وان شاء الله كل ما يبقى لنا الفرصه نعمل حاجه. هنتكلم النهارده عن علاقة الإخوات ببعض وإزاي بيعيشوا مع بعض. إن من أحسن العلاقات اللي ممكن تعملها علاقة إخواتك، دي أهم حاجة ممكن تكون في الحياة. فلو أنت أصلا ما لكش إخوات أو ما تبقى وحيد مثلا، فأعتقد الحلقة دي ممكن تبقى تضايقك سنة، لأن فعلا الموضوع ممتع وحلو على قد ما فيه كم من السلبيات. ان تقول بقى الحاجات ما بين الاخوات ديت بتضايقك او بتزعلك او كده، بس فعلا الموضوع في حد ذاته ممتع وجميل ويستحق مننا نحط كل حاجة ممكن نتصورها عشان العلاقة ديت تنجح وتكون في احسن حالة ليها. بتلاقي مثلا الناس يقولك لا الاخوات مش حلوة ليه، وليكن مثلا بيضربوا بعض. لما تشوف ايه اللي سبب المشكلة، هتلاقي ان اصلا سبب تافه ملوش اي 30 لازمة. وخصوصا من احسن الحاجات لما يبقى ليك اخت كده تقعد تعمل لك الحاجة اللي انت عايزها، تدلعك لما بتحتاج مثلا لبس معين تخرج بيه، هي اللي بتقولك عليه، هي اللي بتساعدك في وقت انت بتبقى محتاج فيه لنصيحة من بنت معينة. لان في حاجات كتيرة انت بتبقى عايزها، لو مثلا رحت لاخوك هيقولك حلوة وخلاص ويكبر دماغه. انما اختك مثلا تقولك لا، عارف اللون ده مش ماشي مع اللون ده، عارف الالوان الغريبة اللي البنات كلها بتبقى عارفاها واحنا كاولاد اول مرة نسمع عنها ولا نشوفها. مثلا انت شايف اللون اللي قدامك احمر، لا هي شايفاه حاجة تالتة خالص مش تانية كمان. ففعلا الالوان عندهم والاذواق والحاجات دي بتبقى مختلفة عننا. احنا بقى ما بنفكرش في الموضوع ده، لا احنا بنلبس اي حاجة اي الوان مش تبع الموضوع ده. او البنات بقى لا، بتلاقيها تقولك انت تلبس كذا وعليه كذا والتيشيرت والقميص، فبتقعد بقى تفكر لك في الحاجات دي اللي انت اصلا ما عندكش خبرة لها خالص. وبعيدا بقى عن حقوق المرأة ومش عارف الحاجات اللي هما طالعة اليومين دول دي، بس فعلا من امتع الحاجات اللي ممكن تعملها لو ليك اخت بنت لما تضربها على قفاها. يا تحس كده فعلا بمتعة مش طبيعية لما بتعمل كده. انت الولد ما بيفكرش هل انا بعمل كده مثلا بضربها او باذيها او بعمل اي حاجة، على قد ما هو فاكر ان ده كده بهزر وحاجة حلوة، وهي كمان المفروض تهزر وتضحك وتعمل. فهو يجي مثلا يضربها على فها ويضايقها وكده، يقول ايه ده، هي زعلت ولا ايه؟ ده انا كنت بهزر ومفروض هي تضحك وتعمل. يا ابني ده انت ضاربها. بس هو في عقلية كده عند الولاد، وبالذات مثلا لو قريبين قوي من بعض، لو تلاقي مثلا الاخ والاخت قريبين من بعض، تلاقي دايما الموضوع ده فيهم ان هما بيضربوا بعض. يعني حتى لو بنت اصغر منه، حتى مش اقولك اكبر، لا تلاقي مثلا بتضربه بتشتمه، يقعدوا يهزروا مع بعض كتير بالضرب مثلا او بالشتيمة او بالحاجات دي. هو ده الحب، هو ده بالنسبة لهم ان انت بتطلع عن حبك وبتبينه ليه. هي مش مسألة فرض مثلا عضلات اللي انا اضرب اختي او اعمل الكلام ده، على قد ما هو حب وانا فاكر ان انت كده بتحبني فانا اضربك، فالمفروض نهزر بقى ونضحك ونعمل الكلام ده. بس طبعا لو اختك بتزعل او انت كاخت بتزعلي من الموضوع ده او شيء فاهانة او اي مشكلة، لازم تقوليله وتفهميه وتعرفي ان كده غلط وما يعملش كده. مش معنى بقى اللي احنا نقول ان ديت هزار وضحك وحلوة فانت اللي تروح بقى تضرب اختك وتقعد تهزقها وتشتمها وتعمل. كل حاجة لها حدود، مفروض تضع حد للموضوع ده.
اللي انت مثلا طبعا ضرب مش مبرح ولا بيضايقها ولا بيسبب لها مشاكل، مجرد ضرب خفيف كده. عارف انت الخبطة اللي بتبقى تخبطها مثلا لما تعمل اي حاجة، مجرد خبطة صغيرة كده، تقعدوا تهزروا مع بعض بيها، تضحكوا، مش عارف ايه الكلام ده. يا سلام بقى لو ليك كمان اخ ولد. احنا قلنا ان هو ملوش في الاذواق، ملوش في الحاجات اللي هي تبقى انت عايزها، هو راجل عملي اكتر. فده مثلا تروح له لما يبقى فيه فعلا مشكلة واقع فيها ما انتش لاقي لها حل، مش عايز ابوك مثلا يعرف في استاذ، وبالذات قوي الموضوع ده لما يبقى مثلا استاذ الدرس طردك او ضربك او عمل اي حاجة، فانت طبعا مش هتروح تقول لابوك، هتروح تقول له انا اتطردت من الدرس عشان انا وحش. فدايما بنلجأ للاخ الكبير، ولو بالذات الكبير ده. لو صغير في برضه له حاجات تانية، بس اكتر حاجة الكبير اللي انت بتلجأ له تقول له والله انا اتطردت النهاردة، تعالى معايا كولي امري عشان يدخلني. او مثلا لو الاستاذ قالك كلمنا ولي امرك، دايما بتتصل على الاخ الكبير او الام. فدي من ضمن الحاجات الحلوة اللي مفروض الاخ بيساعد اخوه فيها طبعا، ومعاك اللي انت تفهمه غلطه وتساعده وتعمله. بس انا دلوقتي في حل المشكلة دلوقتي، يعني انا دلوقتي جاي اقولك انا استاذ طردني وعايزك تيجي معايا، مش هتيجي بقى تقعد تخترع وتقولي لأ وانت غلطان وانت اللي عامل كده ومش جاي، وتقعد تكرهني فيك اكتر واكتر. لا، انت تعالى معايا، وبعد ما نخلص الموضوع وتدخلني تيجي بقى تفهمني غلطي وتعمل. ما هي دي بقى اساس المشكلة ما بين الاخوات مثلا، او حتى ساعات بيبقى ما بين الاب وابنه، ان الشخص بيعمل حاجة غلط، فاحنا مش نظبط له الحاجة ديت الاول او نساعده فيها علشان يهدى كده ويرتاح. لا، اول ما تحصل فهو طبعا يتضايق وعمل مشكلة، فانت بقى تزود عليه اكتر وتضايقه وتعصبه وتطلع ان هو المشكلة وهو اللي غلطان وهو السبب في كل حاجة. فانت كده حطيت عليه غلطتين سببوا له مشاكل، وممكن ما يرجعش حتى يكلمك تاني ولا يقولك. طب وايه سبب اصلا اللي احنا نعمل مشاكل مع اخواتنا، او يبقى في اخ بيكره التاني او حقد عليه او اي حاجة؟ اولا ممكن يكون بسبب الاب والام، ان هما مثلا ما بيعدلوش بينكم. تشوف المسلسلات والافلام وفي فعلا ناس كده، تلاقي الام والاب ما بيعدلوش ما بين ولادهم وبيهتموا بواحد اكتر وبيدوله كل حاجة، فده بيرتب عليه ان انت بتكره اخوك. يعني في ناس انا اعرفها المفروض ان في ورث للاب، فالاخت بتقول لاخوها انا عايزه الورث، فهو طبعا قال لا ومش عايز ومش هيديها حاجه. فدي اصلا من ضمن الحاجات موضوع الورث والفلوس، وان الاخوات ما برضوش يدوا لبعض، مع ان اصلا ده حرام. يعني انت لو جيت تفكر فيها، مش هقولك بقى ولا ده غلط ولا القانون، ده حرام في الدين ان انت ما تديش لاختك او لاخوك الفلوس، لازم بتديله حقه بالظبط. انما كون ان انت تقعد تاكل حقهم وتعمل ده، فده هينعكس عليك في الاخرة، اللي انت هتبقى في النار وتعمل كده، وفي الدنيا اللي مش هيبقى فيه بركة، ولا حتى هتتبسط بالفلوس اللي انت جمعتها. انت هتاخد فلوس كتير، بس صدقني هتبقى مشكلة عليك. فدي اول حاجة برضو لازم نتكلم فيها، موضوع اللي انت لازم تدي لاخواتك حقهم وما تاكلش عليهم فلوس، سواء في الورث او حتى في الفلوس العادية. انتوا مثلا جبتوا حاجة وليكن مثلا شوكولاتة، اكل من برا، اي حاجة، فاشتركتوا مع بعض، فانت بقى لازم تضحك على اخوك وتقعد تاخد منه فلوس زيادة وتعمل مش عارف ايه. لا، خد حقك منه بالظبط، على اساس ان اللي انت دفعته او اللي انت عايزه، قول له مثلا انا جبت كذا كذا و10 جنيه مثلا، فانت 5 وانا 5. هو مش هيتكلم اكيد يعني لو انت اديت له كده، انما فرحتي قلت له ده على حسابها 20 وخدت منه فلوس زيادة، فانت كده غلط خالص، وده بيعمل مشاكل ما بينهم
وهو ده السبب اللي بيخلي فيه عداوة ما بين الإخوات. فنرجع بقى إن الأخ حتى مش عايز يدي لأخته، فيجي بقى تشتكي لأمها كمان مش عايزة تديلها حقها وبتطردها وتقول لها لا أخوكي ومش عارف ايه. طب ما انت كده واقفة معاه عليا وفي حاجة أصلا غلط، فانت بالتالي خليني أكرهه وما أحبوش ولا حتى أخلي حد تبعي يتعامل معاه. فدي من أوائل الأسباب. نيجي للسبب التاني، ممكن يكون فعلا مفيش يعني اختلاف ما بينهم ولا حاجة والاتنين بيسووا مع بعض، بس الشخص ذات نفسه أو الأخ حقد على أخوه. وليكن مثلا أخوه ده شاطر مثلا في المدرسة وهو مش شاطر، الناس بتحبه عنه. أي سبب من أسباب الدنيا إن الأخ يبقى متفوق عن أخوه في حاجة، فده بيولد عنده كراهية وعداوة وإحساس كده إن هو لا أنت ما تستحقش، ده أنا اللي استحق وأنت اللي المفروض ما تعملش كده. ودي شفناها كتير جدا إن الأخ هو اللي مش كويس مع أخوه، حاقد عليه. فساعتها تحاول أنت تاخد بالك وتكلمه، أو هو مثلا يتكلم معاك. أصل تخيل لو واحد مثلا نفسيته مش حلوة لك، فأنت المفروض هتعمل معاه إيه غير اللي أنت تحاول مثلا تديله أي حاجة في الإحسان مثلا، وتطبطب عليه وتاخده جنبك كده وتحاول تحسسه بالحب والأخوة اللي ما بينكو، علشان ما يعملش حاجة غلط أكبر من اللي انت ممكن تتحملها. لأن فعلا في نفوس مريضة، في ناس فعلا أنا أعرفها بالنسبة لإخواتها حتى تحس إن هما مش كويسين معاهم ومش مبسوطين. هو بيبينوا لك إن هما حلوين جدا وده انت حبيبي ومفيش أي حاجة، بس في الحقيقة كل تصرفاته تيجي تشوفها تلاقيه إن هو مثلا بيستغلك، متضايق منك، دايما حاسدك وباصص في الحاجات اللي معاك. يقولك مثلا ده عنده مش عارف ايه وعنده ايه، ويجي يبص في حاجاتك ويحسدك، مع ان انت في النهاية اخوه. يعني فلوسك اصلا يعتبر فلوس، يعني انت اول واحد ممكن تلجأ له لما يبقى محتاج فلوس او محتاج حاجة هو اخوك. فليه بقى انت بتبصله اصلا في حاجاته؟ الأولاد برضو، يعني الأولاد ممكن يكون سبب في إن أخين يخصموا بعض أو يعملوا مشاكل مع بعض. فأنا مش بقولك إن أنت بقى لازم تربي ولادك لأنهم أكيد متربيين، بس الفكرة إن في ساعات في اختلاف وجهات نظر ممكن تحصل ما بينهم وما بين مثلا عمهم أو كده، فيبقوا مش متخيلين الحاجات دي كلها. يبقى بالنسبة له مثلا هو عايز حاجة وهم عايزين حاجة، فيتكلموا مع بعض، فطبعا هو الكبير وهو اللي ماسك كل حاجة وهيتعصب ويعمل. فالأولاد لازم يسكتوا ويرجعوا. في ناس تانية ما بتسكتش فبيعملوا مشاكل، فالأخين بيخصموا بعض وبيعملوا مشاكل. فانت ولا ينفع اللي انت تسكت ولادك وتتك عليهم وتجبرهم ان هم يسكتوا وياخدوا على دماغهم علشان خاطر عمهم، ولا اللي انت تسيبهم برضو يعني مثلا يبجحوا فيه او يعملوا معاه مشاكل، لان في النهاية ده اخوك وعمهم برضو. فاحسن حاجة الحل الوسط، اللي انت تشوفه مثلا مين اللي غلطان. وطبعا يعني مش هنقول لك اللي انت تطلع اخوك غلطان، بس انت مثلا في جواك تبقى عارف ان هو غلطان مثلا، فتطبطب بدل ما تزعق لولادك وتقول لهم لا واسكتوا انتوا اللي غلطانين وهو مش عارف ايه. لا، فانت تاخدهم تحتك كده تحت باطك وتطبطب عليهم وتقول لهم ما فيش مشكلة خلاص عدت، وتحاول تطمنهم. وفي نفس الوقت تروح مثلا لاخوك ما بينك وبينه كده تعرفه ان هو غلطان. انما ان انت تسيبهم يقعدوا كل شوية يعملوا مشاكل مع عمهم او يبقى في اختلاف ما بينهم، وعمهم دايما اللي بيكسب وهو اللي بياخد كل حاجة وهو الكل في الكل، حتى انت مثلا بتسيب له سواء الورث الفلوس الامر النهي. يعني انا اعرف ناس برضو يقولك عمي هو اللي ماسك فلوس البيت. طب ماسك فلوس البيت ليه يعني انا لو عايز فلوس اروح اقول له هو،
هات فلوس عشان ولادي؟ يعني ازاي برضو؟ فمن ضمن الحاجات دي كلها ان شخص واحد يبقى متحكم في كل حاجة، سواء في فلوس او في امر او في نهي او الكلام ده كله، فبيتولد كره وعداوة للعم ده. فحتى لو انت كنت محافظ على العلاقة اللي ما بينكم كويسة وكنتوا كويسين مع بعض وتمام، ولادك مش هيطلعوا كويسين، لان انت ربيت عندهم من الاول كراهية للشخص ده، سواء بقى عمهم ولا مش عمهم. يحب يتكلم على شخص، ممكن واحد تاني يقولك لا ده عمي وصلة الارحام والقرابة ومش عارف ايه وما يعملش كده. بس احنا بنتكلم على الاغلبية، ان انا مش هاخد على دماغي واتذل وي 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 وفي الاخر هسكت له. لا، انت حتى اول ما تضعف او تموت او اي حاجة هتلاقي ولادك على طول كرهوه، عملوا معاه مشاكل، سببوا كل حاجة وحشة، وفي الاخر احتمال هو اللي يكسب وهم في الاخر هيطلعوا غلط، وفي الاخر هيدعوا عليك انت السبب اللي انت ما خدتلهمش حقهم من زمان وسببت لهم كل الكلام ده. يعني كان في بوست على الفيس من اروع الحاجات اللي ممكن تشوفها، وقد ايه فعلا والله البنات سواء اختك او زوجتك او امك او اي حاجة مش وحشين باللي انت فاكر فيه او باللي انت متصوره، لا هم حلوين جدا. حتى الولاد والله مهتمين وبيشوفوا كل حاجة انت عايزها، بس الفكرة ان انت ما عندكش القدرة اللي انتوا تتكلموا مع بعض بس. فتلاقي البنت نشرة بوست ان قد ايه هي بتحب اخوها وعايزاه يبقى جنبها وكده، وبتطلب من الناس تقول لها على هدية كويسة او حاجة هو الولد بيحبها في اخته علشان تسعده وتبسطه. فانت متخيل ان بنت تنشر على الفيس تقولك انا عايزة نصايح علشان اسعد اخويا وافرحه واعمله اللي هو عايزه؟ فقد ايه فعلا كان ده حاجة حلوة جدا وبتسعد الشخص اللي قدامه. حتى لو انت مش هتعملي، هو مجرد بس ان هو شاف البوست ده هو بالنسبة له كده تمام قوي. يعني انت فاهم، وصل بالنشوة والسعادة لأقصى حاجة، ان قد ايه اختي مهتمية بيا وعايزة مثلا تسعدني وتبسطني. فتشوف بقى الناس كلها واغلبيتهم بنات على فكرة، عشان برضو ما تتكلمش، الاغلب اللي ردوا عليها بنات يقولك انا علاقتي حلوة قوي مع اخويا وبنحب بعض وبنساعد بعض وبنعمل مش عارف ايه. فايه الحاجات اللي انت ممكن تعمليها علشان تساعدي اخوكي؟ اولا اللي انت مثلا تختاري معاه الهدوم، مثلا يلبس ايه الالوان اللي تليق على بعضه. قولي له شكلك حلو النهارده، ده ايه ده يا عم انت رايح فين؟ تقعدوا تهزروا سوا، تجيبي له مثلا شوكولاتايه او حاجه حلوه هو بيحبها كهديه. تهتم بالحاجات اللي هو بيقولها. لو جه مثلا من الشغل تعبان تقولي له مالك، تقعدي تتكلمي معاه شويه، تحضر له الاكل، حاجه يشربها، اللي هي الطلبات حتى اللي هو بيعملها. يضربك على قفاكي مفيش مشكله، بس لو انت مش عايزه طبعا قوليله. فكل الحاجات دي ممكن تبان مثلا صغيره، يعني انت معلش لو هو جه تعبان وانت قمت قايمه جايباله حتى كوبايه عصير كده ومديها له، يعني انا عن نفسي انا مش حاسس ان هي حاجه متعبه قوي او واصله ل100% من المشاكل او كده. لا، مجرد 5 دقايق هتخش المطبخ تجيب له كوبايه عصير وتديها له وتقول له مالك تعبان ليه، الف سلامه مش عارف ايه، وكلمتين حلوين كده وخلاص. هتلاقيه بيحبك وبيسمع كلامك، عايز يساعدك، عايز يعمل لك كل اللي انت عايزاه. بس مش معنى كده اللي انا بقول ان البنات هما اللي لازم يخدموا الولد ويطبخوا له ويجيبوا له الميه يشرب ويعملوا له كل اللي هو عايزه، والولد بقى الراجل اللي في البيت وهو اللي يقعد حاطط رجل على رجل وخلاص. فزي ما البنت بتساعدك وبتديك الحاجات، انت كولد مفروض تهتم باختك. هي اصلا الجناح الصغير في البيت، الكيوتة العسولة اللي لازم تطبطب عليها وتحن عليها، تجيب لها هدايا، شوكولاتات، تشوفها هي عايزة ايه، تخرجها. طبعا في ناس كتيرة هتقول ان في مشاغل في الحياة، انا مش فاضي،
انا ما عنديش وقت، انا مش عارف ايه. يا عمي كل الكلام ده ممكن تلخصه وانت جاي بالليل في اي يوم، مجرد شوكولاتاية ب5 10 جنيه حتى، وتخش عليها بيها: ازيك يا اختي، عاملة ايه، خدي الشوكولاتة ديت، وقعدوا اتكلموا مع بعض، تهزروا وخلاص، كلمتين حلوين وهزار، وادي اليوم. كل اسبوع حتى هقولك، كل اسبوع تقعدوا مع بعض وتاكلوا حاجة حلوة مثلا شوكولاتة ولا اي حاجة، فهي ديت اللي بيربي العلاقة الكويسة والحب ما بينكو، وبتساعدكو بعد كده ان لو في اي حاجة تلجأ لك انت وتعمل وتتكلم معاه. انما يا فرحتي، انت الراجل والجامد ومفيش زيك. طيب اختك لو وقعت في اي مشكلة او محتاجة نصيحة او اي حاجة، ما تجيلكش ولا تقولك ولا حتى تحكي لك على الحاجات اللي بتحصل لها. هو ده كويس يعني؟ هو ده اللي المفروض اللي انت عايزه؟ وايه في الاخر يزعق لها: وانتي ما قلتليش، وانتي ما عملتيش، والكلام ده كله. طب ازاي يعني؟ هتيجي تقولك ازاي وانت مش محسسها بالامان والحنية بتاعتك؟ فمفروض حتى البنت والولد يعملوا علاقات كويسة من دلوقتي لبعدين، بحيث لو في مشاكل، لو في طلبات، لو في اي حاجة، اجي اتكلم مع اخويا. انما لو حتى اخويا مش موجود، وطبعا الاب والام سايبين، فهروح لمين؟ يبقى مش قدامي حل غير ان انا اروح اتعرف على حد تاني، لو ولد يبقى بنت، ولو بنت اروح اتعرف على ولد، ونبقى بقى اصحاب ونرتبط ونقعد نحكي لبعض ونحب في بعض، وبعد كده يحصل ما بينهم مثلا لا قدر الله حاجة او مشكلة او كده، وتبقى مشكلة كبيرة، ونيجي في الاخر نقول هما اللي غلطانين. لا، مفروض البيت هو المسؤول عن الكلام ده. فين الام اللي بتتابع وتبقى صاحبة بنتها؟ فين الاب اللي بيحط الحنية والطبطبة على البنت؟ الاخ السند اللي بيبقى نصها التاني، او البنت اللي نصه التاني، يقعدوا مع بعض كده، يبقى كله بيحب بعضه وكله متفق مع بعض. انما كل واحد كل واحد لوحده وسايب التاني، وكل واحد في الأوضة وما هوش عارف التاني بيعمل ايه، وما بيتجمعوش غير علشان حتى ياكلوا، ويمكن دي كمان ما بيتجمعوش فيها. فده غلط ومش صح، واعتقد اصلا حرام. يعني الرسول دايما كان مهتم بالعيلة، وكان بيلعب مع اطفال بناته، وبيعمل كل حاجة، بيساعد حتى الستات في البيت. فما تجيش انت تقول ان لا انا مش هساعد مثلا اختي، او مش هعمل الحاجة ديت عشان انا راجل. لا، الرسول كان بيساعد، فانت يعني اكيد مش احسن منه علشان ما تساعدش. سيبك بقى بالله عليك من جو دي اختي الصغيرة ولازم تحترمني وتوقرني وتسمع كلام وتعمل، عشان كلنا عارفين انت لما بترتبط وبتبقى ليك بنت بتعامل معاها ازاي. يعني مش هنيجي نتكلم في حبيبتي والمحن اللي بيحصل ده، واللي انت اصلا بترفع صوتك والكلام ده اللي انت بتعمله، كلنا عارفينه وانت زمانك عارفه. فمعلش ما يبقاش الغريب عمال تطبطب عليه وتحسسه بالامان، وتكلمي وفضفضي وبراحتك ومفيش اي مشكلة، وحتى تخرجها وتصرف عليها وتعمل الحاجات بتاعت المرتبطين دي كلها، وتيجي على اختك تقول لا انا مش هجيب لها حاجة، او هي اللي المفروض تعمل، ولا الكلام ده كله. لان ما تجيش على اختك في الاخر، يعني ما يبقاش انت بره يعني كده، وتيجي مع اختك تطلع فيها كل عقدك النقص. وخصوصا برضو البنت، ما يبقاش اللي انت بتدلعي خطيبك مثلا، او الولد اللي انت بتحبيه، وتعملوا له كل اللي هو عايزه، وتسمعي كلامه وحبيبي وتكلميه وتحت امرك ومش عارف ايه، وتيجي مع اخوكي تقولي له لا وانت مالكش دعوة، الا لو هو عامل معاك مشكلة مثلا ووحش وعمال يتخانق والكلام ده. انما لو هو مثلا شخص كويس وبيجي مثلا يطبطب عليك او يساعدك او كده، فما تجيش انت بقى تقعدي تتكلمي معاه وتعملي معاه مشاكل. لا، زي ما بتعاملي الشخص اللي انت بتحبيه والله اعلم اصلا هو بيحبك ولا يتجوزك ولا ايه، لا طب ما تهتمي باخوكي وتساعديه وتتكلمي معاه. يا ست تخرجوا مع بعض انتوا الاتنين،
ما فيهاش اي حاجة، حتى بتبقى من الحاجات الحلوة اللي بتربى عندكم ذكريات وامور كويسة ممكن تفتكروها بعدين. وليكن مثلا في يوم فاضي تجيبوا سناكس كده وحاجات شيبسي وحاجات حلوة، وتقعدوا بالليل تتفرجوا على مسلسل ولا فيلم، تقضوا بيه سهرة حلوة، وتقعدوا تضحكوا وتهزروا وتقضوا مع بعض وقت كويس. ومحدش يقول ان هو مفيش وقت، لا، في وقت كويس قوي لأي حاجة. ما تقنعنيش ان انت طول الاسبوع مفيش حتى ساعتين فاضيين ممكن تقعد فيها مع اختك او انت تقعدي مع اخوكي. مش هقولك حتى لو يا ستني الافلام والمسلسلات وكده مش عايزها، اقعدوا مع بعض حتى ساعة واحدة، تقعدوا تتكلموا وتهزروا وتقضوا مع بعض وقت، علشان ما يبقاش كل واحد فيكم غريب عن التاني. اللي انتوا اول مرة تقريبا تشوفوا بعض ما بتتكلموش، لو حصل اي مشكلة مفيش حد بيروح للتاني ولا بيقوله. عايز اقولك برضو وانت كمان ان حتى الازواج سواء الست او الراجل مش دايمين، عادي ممكن في ثانية يطلقك ويسيبك ويرجع ما بيحبكيش، يهزقك، يعمل معاكي مشاكل. انما الشخص الوحيد اللي مهما تلفي ومهما الدنيا تدور وتعمل اي حاجة هيفضل اخوكي وبيساعدك وبيعمل كل اللي انت عايزاه مثلا، هو الاخ. الا لو في حالة ان هو بقى وحش، يعني انت فاهمة، وده برضو بيترتب عليه ان انتوا في الاول خالص ما كنتوش عاملين العلاقة بتاعتكم كويس. انما اول ما بيحصل مشكلة دايما تلاقي الاخ هو اللي بيسند اخته مثلا مع جوزها، او الراجل دايما الاخ هو اللي بيجي في صفه، او حتى الاخت هي اللي بتيجي في الصف. ما بتلاقيش بقى ان لا وهو اللي يستاهل ومش عارف ايه، لان حتى لو انت اللي غلطان مع زوجتك دايما الاخت بتيجي في صف اخوها، ما فيهاش كلام تاني، لان في النهاية ده اخويا، انما التاني ده بعيد عني مش قريبي اصلا. يعني دايما انا بسمع ان العمة وحشة وحرباية وبتعمل مشاكل والكلام اللي هو العمات اللي انتوا اكيد عارفينه ده كله. انما انا كنت بستغرب لما الاقي عمتي محترمة جدا وطيبة وبتحبنا واحنا بنحبها. يعني انا بقولك ان اكتر شخص احنا بنحبه في عيلتنا وبنهتم بيه والكلام ده، ولا خالتي ولا خالي ولا اي حد ولا حتى عمي مقارنة بعمتي. ليه؟ لان من الاول خالص ابويا بيحب عمتي وبيطبطب عليها وبيعمل لها اللي هي عايزاه وهي بتحبه، فبالتالي مراته جت حبتها. هي اهم حاجة على فكرة ان الام هي اللي تكون حابة العمة، مش بس ان العمة هي اللي تكون بتحبك. فانت ممكن تكون العمة بتحبكوا بس امك مثلا ما بتحبهاش فمش هتساعدكوا على كده. فالفكرة ان الاتنين يكونوا حابين بعض ومتفاهمين ومقضيين مع بعض الفترة كويسة، فبالتالي هتلاقي عمتك جميلة جدا وبتحبكوا وبتساعدكوا وبتعمل كل حاجة عشان خاطر ترضيكوا. بس بقى الشخص الوحيد مثلا، او لو انت ما عندكش اخوات خالص، فبالتالي انت بصراحة يعني ما فيش اي مشكلة عندك ممكن تتحل زي كده، الا بقى لو ابوك ومامتك تروح مثلا انت اللي تتكلم معاهم وتفضفض معاهم وتعمل مع مامتك كده وتساعدها وتعمل كل اللي هي ممكن تعمله لاختك ممكن تعمله لامك، ان انت تساعدها وتطبطب عليها وتتهزر معاها وتعمل علاقات كويسة مع الاتنين وتحبهم. انت اكيد كده كده هتحبهم وتعمل معاهم علاقات حلوة، بس مش شرط بالضرورة اللي انت تكون بتقدرهم بقى وبتقعد معاهم وبتهزر معاهم والكلام ده. لا، عادي ممكن يكون ايوه ده بابايا ومامتي عادي، يعني اللي هو بحبهم مفيش اي مشكلة، بس مش بالدرجة اللي احنا بنتكلم عليها ان انت بقى تهزر وتحكي لهم مشاكلك والكلام ده. فده بالنسبة للناس الوحيدة. اما الناس اللي عندها اخوات فانت فعلا معاك كنز، لو لفيت الدنيا كلها فعلا ممكن ما توجعنا. حتى لو المال ممكن المال يضيع، ممكن يبقى في اي حاجة في الفلوس وما تخلكش تستمتع به،
انما لو عندك اخوات فعلا كويسين وبيقفوا معاك وبيقدروك، فانت ممكن تاخد منهم المال، هيساعدوك هينصحوك. لو في حتى مثلا انت عايز تعمل مشروع يا عم وما معكش، اخوك هيساعدك. فدايما الاخوات اللي بيبقوا حابين بعض عاملين علاقات كويسة مع بعض دايما هما الاساس في الاول والاخر. لو في اي مشكلة سواء في فلوس او عايز حد معاك او اتخانقت مع حد او اي حاجة، الاخ هو اللي بيقف معاك، والاخت هي دي الحنية والطبطبة والمساعدة لك. انت بتروح كده لاختك لما تبقى عايز ترتاح وتتكلم وتهزر، فبتفضي كل اللي جواك. في ناس بتعمل كده مع مامتها، بس مش برضو مش الام بتبقى نفس الاخت بتبقى حاجة تانية وتصور تاني. واكتر الحاجات اللي ممكن تسعدك لما تكون فعلا علاقتك حلوة وتلاقي ان اخوك مبسوط مثلا علشان انت بتعمل حاجة. انت مثلا نجحت، فتحس فعلا ان اخوك بيقف جنبك وبيساعدك وحابب نجاحك ده وفرحان لك. ان انت لو ما عندكش حد تفرح معاه، فالفرح النجاح ده ملوش اي 30 معنى ولا لازمة ولا تعمله من اساس. لان انت لو هتفضل تعمل النجاح والحاجات اللي انت عايزها لمجرد انت بس واللي انت تفرح، فدي حاجة كويسة بس مش هي الاساس. الاساس اللي انت تفرح الناس اللي حواليك ويفرحوا معاك وتساعدوا كلكم وتعملوا الحاجة الحلوة لكم. بالله عليك برضو لو انت حاسس ان ولادك مثلا عاملين مشاكل مع عمهم او عمتهم او كده، او مش مبسوطين معاهم، او العم او العمة دي مش حلوين اصلا، او خلاص فات الوقت ان هم يحبوا ولادك مثلا او كده، فارجوك تحاول تضمن لولادك دول حقهم وتساعدهم وتطبطب عليهم وتعمل كل حاجة علشان خاطر تقف جنبهم، مش مجرد اللي انت تسيبه لهم وخلاص. لان كام ناس اول لما ضعفت او ماتت، العم هو اللي بيطرد ولاد اخوه وبيذلهم وبيعمل معاهم مشاكل وبيسبب لهم كل الاذى اللي ممكن تتصوره. فانت بالتالي الاب هو اللي غلطان ان هو ساب الاطفال دول لعمهم على فكر مثلا ان هو هيتصلح او حلو. حتى بقولك لو هو كويس، انت علاقتك حلوة مع اخوك وكده، برضو النفس البشرية مش كويسة ساعات. فانت اضمن لهم حقهم من مثلا فلوس، من مكان لكذا، علشان لو لا قدر الله حصل لك حاجة يبقى علاقتهم حلوة مع عمهم وفي نفس الوقت مضمون حقهم. انما تسيب له كل حاجة فانت مش هترتاح، وهم ذات نفسهم بعدين حتى لو هو كويس هيجي في فترة يقول خلاص بقى انا الفلوس دي انا اديتهم حقهم وهيطنشهم. فانت حاول تعمل لهم اللي يسعدهم واللي يقف جنبهم بعدين، مش بس اللي انت تسعد اخوك وخلاص. وحاول اللي انت ما تجيش برضو على اولادك قوي علشان اي حاجة، حتى لو عمهم، حتى لو مشكلة، حاول دايما تاخدهم بالراحة وبالسياسة وبالفكر، وتقعد تطبطب عليهم وتعملهم اللي هم عايزينه بالراحة. مش لازم كل حاجة تاخدها قفش وزعيق وعصبية وتعمل معاهم مشاكل، لان ده لو مش هيكرههم في الشخص اللي انت بتتكلم عليه او في الحاجة دي، هيكرههم فيك انت ومش هيحبوا قعدتك، وهيتصدقني هتبقى مشكلة عليك انت لما تكبر او يحصل اي حاجة وتلاقي ان مفيش حد واقف جنبك ولا بيحبك، لان انت من الاول ما ساعدتش ولادك ان هم يحبوك او يعملوا معاك الحاجة اللي انت ممكن تتخيلها بعدين. فتيجي بقى تشوف الاخوات بيتعاملوا وحش او بيعاملوا ابوهم وحش او كده، ويقولك ده الشخص ده هو اللي وحش. لا، هو بالتالي من الاول خالص كان بيتحط له مثلا حاجات وحشة، ان الاب بيتزعق معاه، بيعمل مشاكل. الولد ده ما خدش الرعاية والحنية والكلام الصح عشان في الاخر تقدر تقول ان هو يطلع حد كويس. وده من اكتر الحاجات اللي مسببة للجرائم والمشاكل والناس البلطجية وكده. يقولك انا في الاول اصلا امي او ابويا كانوا بيسرحوني، كانوا بيودوني الشارع، كانوا فبالتالي طلع شخص وحش.
فانت بقى متستغربش لما اخوك او ابنك يطلع وحش وتيجي تتكلم معاه. لا، في الاساس انتوا اللي غلطانين ان انتوا ما اديتلوش الحب والحنية والحاجات اللي هو متطلبها اصلا عشان يطلع شخص كويس. فيا ريت جدا نحط الموضوع ده في دماغنا، سواء مع اخواتنا، مع اهلنا، مع اي حد، اللي احنا لازم نتكلم معاهم ونهتم بيهم ونحاول نعمل اي حاجة عشان علاقتنا تكون فيها محبة وحب ونساعد بعض فيها. بس اهم حاجة ما يكونش على حسابنا احنا وصحتنا ونفسيتنا. يعني مثلا ما يبقاش واحد هو اللي غلطان وعامل مشاكل وانت تقول لا علشان اعمل علاقة حلوة معاه. لا، ده هو اللي غلطان وهو السبب وهو يستاهل كل حاجة وحشة. فانت بالتالي ما تعملش الموضوع ده. فأي حاجة مش هيجي عليك انت الغلط او مثلا التعب او تيجي على نفسك عشان خاطر حد او حاجة، فبالتالي تعملها. اللي هي من الاخر حاول تعمل علاقات حلوة وتساعد الناس وتهتم بيهم، حتى لو كان يا سيدي اخواتك، بس ما تعملش لأي حد. هو اخواتك حتى لو هم وحشين او دلوقتي بيعاملوك وحش او اي حاجة، انت لما تقدم لهم الحاجات الحلوة هم ذات نفسهم هيستغربوا. مرة في التانية هيتكسفوا مثلا على دمهم ويبدأوا يتعاملوا معاك حلو، وتلاقي بعد كده ان الدنيا بدأت تتحسن وتتصلح. انما انتوا من الاول خالص وحشين مع بعض فتفضلوا كده، فدي مش حاجة حلوة. ولو انت اصلا علاقتك حلوة مع اخواتك وبتحبوا بعض وبتساعدوا بعض والكلام ده، حاول تطورها اكتر وتنميها، وتحاول تفضل عليها وتفهمهم الكلام ده وتسمعهم قد ايه الاخوات هم المهمين وهم الاساس، ولازم نبقى في ايد واحدة مع بعض، علشان هي ده المغزى من الموضوع ده كله ومن الحياة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. انت دلوقتي لو معاك ناس فعلا بيحبوك اهم من اي حاجة ممكن تكون عايزها بعدين، لان الناس اللي بيحبوك دول هم اللي هيقفوا معاك في وقت زنقة، في فلوس، في اي مشاكل، هم دول الاساس. انما ان انت تقعد تسيبهم كده وخلاص، فانت كده صدقني هتتعب بعدين جدا. وفي النهاية انا بشكرك جدا انك كملت الحلقة للاخر، وبرضه بعتذر جدا ان انا طولت في الحلقة ديت، او حتى عشان ما عملتش حلقة من زمان. بس ان شاء الله نحاول كل فترة كده نعمل. وبس كده، احلى مسا.